سلاحهم ومنتوجاتهم. وفي إطار هذا، في هذا الإطار نقدروا بالتدرج ننتقلوا إلى أننا نصنع سيارة جزائرية نبيعها للجزائريين بالأسعار المعقولة اللي تناسب القدرة الشرائية تاع الجزائري. بارك الله فيك الأستاذ حسني. بمعنى أننا كجزائريين يعني مجتمع جزائري لما نريد سيارة سنحصل عليها أولا أنها متوفرة في السوق، وثانيا أننا نأمل أن يتحقق صناعة سيارات حقيقية في الجزائر. هذا ما وجدناه في برنامجكم أيضا، وجزاكم الله خيرا. السؤال آخر من جواد يقول فيه أنه بالنسبة للتخصصات الطبية كيف ستتعاملون مع مشاكلها، خصوصا مع النقص في التكوين، وهنا يقصد التكوين داخل الجامعات، نقص من حيث التأطير والوسائل وغير ذلك، ونقص أيضا في منحة طلبة هذا التخصص. هذا التخصص طالبوا كثيرا من الأحيان أنه ترفع المنحة لهم، يعني نظرا لالتزاماتهم وأمورهم وتعبهم في التحقيق. كيف الآن رجع الصوت؟ انقطاع أخ سليمان، كاين انقطاع في الصوت نتاعك، لم أسمع السؤال بشكل كامل. أعيد سؤال الآن، تسمعني أستاذ حسن؟ نعم. تكلمت عن التخصصات الطبية كيف يمكن تنويعها، ولكن طرحت لي مشكلة ما فهمتهاش ما هي اللي طرحتها. نعم، المشكل هو أنه طلبة التخصصات الطبية عندهم مشكل في التكوين، هذا من جانب، وسؤاله الثاني يتعلق بأنه منحة طلبة هذا التخصص يعني العلوم الطبية هي منحة ضئيلة، هي الآن نفسها منحة الطلبة الجامعيين. فهل في برنامجكم ما يعالج هذا الإشكال؟ نحن أولا بالنسبة لنا موضوع التخصصات الجامعية ككل، ربما أنت راك متابع باعتبار يعني دورك كطالب سابق وما زلت عندك نضال في العمل الطلابي. احنا بالنسبة لنا مراجعة نظام LMD، احنا قانعين باللي أن نظام LMD نظام ساهم في إضعاف المنظومة الجامعية والتكوين في الجامعة الجزائرية، وينبغي أن يعود هذا النظام أو يعود إلى الأصل الذي تأسس عليه، وهو أن يصبح نظام فيه يعني اختياري، يمكن للطالب اختيار الخيارات التقليدية أو الكلاسيكية، ويمكن له التوجه نحو LMD حتى يعني نضمن للطالب حرية الاختيار في النموذج الذي يريد أن يدرسه من خلاله. كي نجيو للاختصاصات الطبية، أولا الاختصاصات الطبية اختصاصات جد مطلوبة، وكنا البارح كنا في جانت وقفنا على مشكلة حقيقية، وهي أن المعدل الوطني للقبول في التخصصات الطبية والشبه الطبية والصيدلانية وطب الأسنان وغيرها معدلات لا تسمح بالتوازن في توزيعة المناصب. عرفنا أن أهلنا في جنوب الوطن عندهم إشكاليات في المعدلات المرتفعة بسبب غياب التدريس في بعض المواد التي تشكل لهم ربما هاجس وعامل إقصاء أولي. لماذا؟ لأنهم ما يدرسوش الفرنسية، ما كانش أساتذة فرنسية، وبالتالي نقاط فرنسية دائما ضعيفة، والفرنسية معامل 3 في التخصصات العلمية، وبالتالي كي تكون نقطة يعني سلبية في الفرنسية يكون معدل ضئيل ما يسمح لهمش بالتقدم. كاين بعض المواد ما عندهمش فيها تأطير قوي، خاصة مادة الرياضيات. يعني احنا معروف أن المادة اللي فيها مشاكل كبيرة للطلبة على مستوى التراب الوطني هي موضوع الرياضيات، وهذا يعني هذه دراسات اللي راهي صدرت عن وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، أن نقاط مادة الرياضيات كثيرا ما تكون نقاط يعني فيها تراجع بالنسبة لعدد كبير من الطلبة، وبالتالي عدم تدريس هذه المواد بشكل جيد في كثير من الولايات يحرم أبنائنا من أنهم يتحصلوا على تخصصات الطب في هذه الولايات. احنا اقترحنا أولا أو اقتراحنا في الإصلاح الجامعي هو أولا إصلاح نظام التعليم الجامعي ككل، وإعادة دراسة قانون التوجيهي للتعليم العالي من جديد، وجعل هذا القانون يستجيب ل يعني تطورات البحث العلمي وتطورات النتائج التقييمية لنظام LMD وتطورات العلوم الجديدة اللي موجودة في الساحة. صحيح هناك مدارس فتحت في إطار الذكاء الاصطناعي، في إطار الرياضيات التطبيقية، في إطار
الأمن السيبرالي إلى غير ذلك. هذه المدارس جديدة، ولكن هذه المدارس هي مدارس حصرية، عدد الملتحقين بها قليل ولا تلبي حاجة الطلب، وبالتالي يعني هذا تحتاج إلى إعادة تعميم هذه العلوم في الجامعة الجزائرية حتى تكون هذه العلوم الجديدة والعلوم البحثية المتطورة والدقيقة في متناول أبنائنا وبناتنا في كل تراب وطني. بالنسبة لي أولا المشكل اللي نعانيه منه في التخصصات الطبية هو أن الامتحان اللي يجتازوه الأطباء المتخرجين من أجل الذهاب إلى التخصصات امتحان فيه نوع من يعني المحدودية في التكفل بالرغبات والطلبات، وفيه عدد المناصب التي تفتح. بالمناسبة يعني هو في الأجرة هو شبه راتب وليس منحة كالطالب الجامعي، لا، يعني هو هناك شبه راتب للأطباء المتخصصين يدخلوا مجال التخصص. ولكن الشيء اللي موجود وصعيب هو أن هذه التخصصات مش واسعة ومش في كل الجامعات. نقدر نجيو للجزائر العاصمة نلقاو يعني ممكن كل التخصصات، بس لما نروحوا للمعاهد العلوم الطبية الموجودة في الولايات الداخلية تفتح التخصص في اختصاص أو اثنين. هناك نقص كبير في هذه التخصصات في معاهد العلوم الطبية والمستشفيات الجامعية والمستشفيات اللي فيها ربما تخصصات طبية، يعني عدد قليل من التخصصات وعدد قليل من المناصب. ولذلك احنا يعني حتى يعني نجعل هذه التخصصات اولا نوسعوا في الهامش نتاع القبول في التخصصات ونوسعوا في التخصصات في كل الجامعات، وثانيا لازم نوفروا الشروط المادية والعلمية لأبنائنا وبناتنا الطبيبات المتخرجين، لأن راه هناك نزيف حاد يقع على مستوى يعني امتصاص هذه الفئة من المتخرجين، هذه الفئة من اللي ربما الدولة أنفقت عليهم أموال طائلة من طرف الجامعات الأجنبية، خاصة الجامعات الألمانية والجامعات والمستشفيات والجامعات الألمانية والفرنسية والأوروبية بصفة عامة، اللي راهي يعني الآن أصبحت تشكل بالنسبة إليها الجامعات الجزائرية في العلوم الطبية مشاتل يأخذ منها كل ما تنتهي دفعة إلا ويكون عدد هائلة تروح لهذه الجامعات الأجنبية، بالنظر إلى ظروف العمل والإمكانيات المتوفرة والسهولة في الالتحاق بالتخصصات والسهولة في الحصول على منصب تكوين ومنصب عمل. أيضا احنا عندنا أطباءنا وأبنائنا وبناتنا الأطباء راهم يلقوا صعوبة في الالتحاق بمناصب عمل. بارك الله فيك الأستاذ عبد العالي حساني. ربما سنجول بسؤال آخر إلى السياسة الخارجية. يقول أحد المستخدمين يعني اسمه غير معرف، يقول أنه في السياسة الخارجية هل ستقومون الأستاذ عبد العالي حساني شريف بتحسين علاقات الجوار خصوصا مع المملكة المغربية في ظل هذه الأوضاع التي تتسم بالتحالفات، وخصوصا الحاجة إلى تقوية العلاقات مع الدول العربية؟ ويختم ويقول مع فائق الاحترام. لا، احنا اولا السياسات تاعنا الخارجيه بالنسبه لتوجهاتنا في السياسه الخارجيه مبنيه على قواعد. صحيح هناك بعض القواعد اللي تشكل عقيده الدبلوماسيه الجزائريه، قواعد الى حد ما والى وقت قريب كانت مفيده لنا، ولكن الان نظن اننا اصبحنا امام انكماش في دورنا الدبلوماسي الخارجي بسبب اولا التحالفات الجديده اللي موجوده في الساحه الاقليميه والدوليه، بسبب الضغوطات المرتبطة بالصراعات العالمية، بسبب التطورات اللي تشهدها القضية الفلسطينية اللي جعلت يعني الاصطفافات الجديدة في الساحة الدولية بين صف المقاومة الداعم للمقاومة والصف المناهض للمقاومة، بين الصف الداعم للتطبيع والصف الرافض للتطبيع. وبالتالي كل هذا يدفعنا إلى ضرورة مراجعة آليات التدخل الدبلوماسي لدبلوماسيتنا. لماذا؟ لأن الآن يعني ما يجري في إفريقيا مثلا، ما يجري في إفريقيا هو تحول كبير في البنى النظامية في الدول الإفريقية. في مالي شهدنا انقلابات، في النيجر في تحول اللي راه واقع في السنغال، المشاكل الموجودة في السودان، في تشاد، في إفريقيا الوسطى، في غينيا، في كثير من الدول هناك تحولات. هذه التحولات لها علاقة وطيدة
باستقرارنا. التحولات الجارية الآن في ليبيا تحولات خطيرة جدا، لأن هناك إرادة دولية لجعل ليبيا تحت سيطرة حفتر. وطبعا موقف حفتر موقف عدائي بالنسبة للجزائر، موقف فيه الكثير من الأطماع الاستعمارية والأطماع الاستفزازية التي تجعل علاقتنا بالمغرب. احنا أولا بالنسبة إلينا شعوبنا لا يوجد مشكل بين الشعوب، المشكل هو في نظام المخزن اللي ما بقاش خلافنا معاه في موضوع الصحراء الغربية. خلافنا معاه انتقل إلى ملف آخر مرتبط بالتطبيع بإرادة المغرب في جعل الكيان الصهيوني موجود في حدودنا الغربية، وفي تمكين القوى الدولية باش تكون موجودة في الأراضي الصحراوية المحتلة. وهذا التواجد تاع القوى الدولية يهدف أساسا إلى محاولة المرور إلى الثروات الموجودة في المنطقة واستهداف الجزائر بصفة خاصة. لماذا؟ لأنهم يعني المحاولات تاع إخضاع الجزائر بملفات مرتبطة بالتطبيع، بملفات مرتبطة بالأزمات الموجودة في الساحل الإفريقي، كلها ربما لقت استماتة ودفاع وحفاظ على السيادة وعلى الموقف والقرار من خلال ما يقوم به الجيش الوطني الشعبي من حماية الحدود. ولكن نحن نعتقد أنه ينبغي أن نعدل في مفهومنا للتدخل الدبلوماسي باستعمال الدبلوماسية الناعمة القائمة على الدبلوماسية الدينية والدبلوماسية السياحية والدبلوماسية الاقتصادية والدبلوماسية التنموية، وبالاعتماد على الدبلوماسية الخشنة اللي تخلينا احنا ما نقدروش نكونوا يعني محل استهداف وفي موقع الدفاع الدائم على مصالحنا. لابد أن تكون لدينا قواعد للعمل على استشراف التحولات اللي جارية في الساحل الإفريقي، في شرقنا، في غربنا، واستباق هذه الملفات بحلول يعني متقدمة لتخلينا دائما نحافظوا على أمننا ونحافظوا على استقرارنا ونطوروا في تبادلنا الاقتصادي والتجاري مع غيرنا إن شاء الله. يعطيك الصحة الأستاذ حسني، إجابة شافية ووافية وواضحة، واسمح لي أنني يعني حتى كانت إجابة لعشرات الأسئلة اللي تعلق بالشأن الدبلوماسي فأجبت عليها مشكورا مأجورا، ونقصت علينا شوية اعتذار للجمهور الكريم. أستاذنا ومرشحنا الأستاذ عبد العالي حسني شريف، هناك سؤال يتعلق بالمنظومة المالية. يقول أحد اسمه يعني غير واضح ولكن سؤاله مهم جدا: هل سيكون بإمكان الجزائري الحصول على بطاقات بنكية تسهل عليه إجراء مدفوعاته في أي مكان في العالم وعبر الإنترنت؟ هل هذا موجود في احنا بالنسبة إلينا الذهاب إلى المعاملات الإلكترونية في التجارة وفي المعاملات المالية وفي هذا شيء يعني ضمن أولوياتنا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نبقى متأخرين على ما يجري في العالم. الآن العالم الإنسان يملك بطاقة يتحرك فيها في كل العالم، يتعامل بأمواله بشكل مراقب مضبوط كذا. احنا أولا يعني لابد لنا أن ننظم سوق الصرف في الجزائر، بداية بفتح شبابيك للصرف، ثانيا بإيجاد يعني حسابات بنكية جديدة لصالح المتعاملين سواء الأشخاص أو المؤسسات، اللي تمكن هؤلاء الأشخاص أو المؤسسات من امتلاك البطاقات الإلكترونية البنكية المالية التي تسمح للمواطن بالتعامل الإلكتروني. ونفتح شبابيك التعامل الإلكتروني في المتاجر الكبرى، في المساحات الكبرى، في المؤسسات الكبرى، في التخليص تاع بعض كاين الآن الاستعمال تاع البطاقة الذهبية، ولكنه استعمال محدود ولا يفي بالغرض. هو استعمال يعني يحل إشكاليات بسيطة متعلقة بالفاتورة تاع الماء والتريسيتي والتليفون، ولكن ما يسمحش للمواطن أنه يتعامل بهذه البطاقات في مجالات واسعة تخلصه من أنه يكون دائما مضطر إلى أنه يتعامل بالعملة بشكل مباشر. طبعا احنا هذه المعاملات ضمن أولوياتنا، بالعكس احنا راح نشجع الشباب على إيجاد مؤسسات مرتبطة بالفريلانس حتى يكونوا فاعلين. نفتحوا مجال في المستقبل إلى العملة الرقمية والعملة الإلكترونية حتى تكون التبادل عن طريق العملة الإلكترونية اللي يخلي العالم الآن راهو بدأ يعني الحق إلى هذا المستوى من التعامل. وإحنا كجزائريين لا أظن أننا يعني لابد أن نبقى دولة متأخرة في هذا المجال.
لأن هذا الغلق اللي موجود في والتحكم في السوق المالية وخاصة في سوق الصرف وفي الشبابيك وفي وجود يعني بنوك فاسحة المجال أمام الشباب وأمام المواطنين أنهم يتعاملوا من خلال أموالهم مع العالم كامل بأدوات متطورة تسمح لهم يحولوا أموالهم، تسمح لهم يقتنيوا المقتنيات اللي يحبوها من العالم كامل بوسائل إلكترونية ورقمية. هذا ما لم يعد صالح، وهذا هو اللي يشجع الاكتناز ويشجع الاحتكار ويشجع أن المواطنين يعني يهربوا من المعاملات المضبوطة ويشجع أكثر السوق الموازية، وخاصة في إطار حركة رؤوس الأموال وحركة يعني البيع والشراء لجزء منها كبير يتم خارج الأطر الرسمية وخارج الأطر المضبوطة خارج القنوات الإلكترونية أو القنوات التقليدية. يعطيك الصحة الأستاذ حسني. سيكون شباب الإي كوميرس والتجارة الإلكترونية سعداء جدا بهذا الجواب نظرا للصعوبات التي يعانوها، ولعل المئات منهم أو الآلاف منهم الآن مشترياتهم محجوزة في بيرتوت أو في غيرها من الأماكن بسبب هذا الضعف الذي تحدثتم عنه أستاذنا. فالحلول التي اقترحتموها رائعة جدا. سيد الرئيس، هنا تسأل بعد أن تتمنى لكم بالتوفيق والسداد، تقول سيد الرئيس أننا نعاني من الحصول على الفيزا في كل السفارات، فما هو تعليقكم على هذا السؤال أو الاستفسار أو الطرح؟ هذا السفارات هو تصرف تاع الدول وليس تصرف وطني. احنا يعني ربما التضييق الموجود في عدد كبير من المؤسسات المرتبطة أو خاصة المراكز اللي راهي موجودة سواء تيلاس أو المراكز الأخرى اللي تمد مختلف السفارات وحتى في الدول الخارجية الأخرى كأمريكا أو كبعض الدول اللي تشكل وجهة بالنسبة للجزائريين والجزائريات بالخصوص. احنا أول هذا أمر يعني دبلوماسي خاص بسياسات تلك الدول بممارساتها، ولكن احنا ربما النقاش مع هذه الدول متأخر في هذه المجالات، متأخر يعني. أولا نحن يعني نقدر نقولوا باللي احنا من أكبر الدول اللي مواطنيها ملزمين بالحصول على تأشيرة للدخول لدول أخرى. احنا الدول البسيطة اللي فاتحة المجال لدخول المواطنين من دول كثيرة من العالم احنا تشترط علينا الدخول بالفيزا، وهذا داخل في إطار أني قلت الانكماش الموجود في الدبلوماسية الجزائرية اللي ما تفكرش كيفاش تقلص من هوامش استعمال مجال التأشيرة لضبط حركة التنقل تاع المواطنين داخل وخارج الجزائر. هذا من جانب. من جانب آخر ربما يعني الاتفاقيات اللي راه بيننا وبين بعض الدول في مجال الشراكات المختلفة ينبغي أن تراجع بما يسمح لهذه الدول من أن يعني تعيد النظر في كيفية منح الجزائريين يعني تأشيرات الدخول والخروج من وإلى تلك الدول. جزيت خيرا وبورك فيك على هذه الإجابة الواضحة. إذن سؤال من زكريا بنيشو يسأل: كيف سيعالج حساني الرئيس مشكل النفايات التي أصبحت تشكل خطر على البيئة والصحة العمومية، وكذا السياسات المنتهجة حول المناخ والتغيرات المناخية؟ أولا يعني الموضوع تاع معالجة النفايات هو موضوع يشكل اهتمام بيئي كبير. احنا درنا في تعهدات نتاعنا باللي موضوع البيئة يشكل أحد الأولويات الكبرى، خاصة وأن الزحف المرتبط بالمشكلات البيئية متصاعد. كاين مشكل تاع التصحر، كاين مشكل تاع يعني نضوب المصادر تاع المياه في كثير من المواقع، كاين مشكلة تاع معالجة النفايات وخاصة النفايات المرتبطة بالمخلفات تاع الإنسان والنفايات الصناعية أيضا الموجودة، النفايات الطبية، النفايات اللي تخلفها مختلف المؤسسات اللي ربما تساهم من خلال أنظمتها الصناعية في تلويث البيئة والمساهمة في عدم وجود بيئة نظيفة، خاصة المؤسسات اللي تستخدم المواد الكربونية والمواد الهيدروجينية وبعض المواد يعني كالمازوت إلى غير ذلك. كل هذه يعني تساهم
في وجود نفايات. بالإضافة إلى ذلك كاين الموضوع تاع النفايات المنزلية ومراكز الردم التقني اللي متخصصة في معالجة هذه النفايات. احنا أولا نعموا المراكز هذه تاع الردم التقني على ولاياتنا وعلى تجمعاتنا السكانية الكبرى حتى نتمكنوا من معالجة النفايات المنزلية بدرجة أولى. النفايات الأخرى لابد أن نفسح مجال لمؤسسات إعادة تأهيل، يعني كما نقولوا الريسيكلاج تاع خاصة المواد الحديدية، استرجاع البلاستيك، استرجاع مثلا الورق، الكرتون المستعمل إلى غير ذلك. كل هذه مؤسسات نشجع شبابنا أنهم يديروا مؤسسات في هذا الاتجاه اللي تشكل حاضنة أعمال بإمكانها أنها تستوعب مؤسسات مصغرة تقوم بهذا العمل لصالح أولا هو عمل ربحي واستثماري، ثانيا هو عمل صديق للبيئة ويمكنه أن يساهم في التقليص من تأثيرات يعني كما نقولوا النفايات على الاستقرار. هناك يعني أمر آخر مرتبط بعملية التصحر اللي راهو تزحف على السكان، تزحف على المناطق. وحنا نعرف التهديدات. الأمم المتحدة في سنة 2024 احتفلت باليوم العالمي للبيئة في إطار مكافحة التصحر واستشراف أن التصحر سيصل إلى نسبة 70% في سنة 2050، وأنه راح يرتفع يقارب نسبة 45% في سنة 2030، بمعنى أن زحف الرمال على المساحات الخضراء زحف قوي وكبير جدا. ولذلك احنا يعني لازم نشجعوا عملية التشجير، ويكون في برنامجنا دائما أننا نستعيد تلك السلاسل الخضراء اللي كانت تشكل حاجز أمام الصحراء وأمام يعني كيفاش نقولوا تقدم الصحراء على حساب الجانب الأخضر. هذا يعني ضمن أولوياتنا البيئية اللي هي كثيرة، تقوم تسهر على الحرص على الحفاظ على بيئة نظيفة، على بيئة صديقة للإنسان، بيئة ما فيهاش خطر وما فيهاش خطر، لا خطر نفايات ولا خطر تصحر ولا خطر فقدان عناصر الحياة الأساسية منها الماء. ربي يبارك فيك، أجبت على عدة مواضيع في موضوع واحد. ومن خلالك لو تسمح سيد الرئيس أشكر كل المتفاعلين اللي متفاعلين معنا ومازال مستمرين معنا في البث. هناك تفاعل قوي وآلاف الحضور يعني ما شاء الله، وكلهم يعني طرح راقي وأسئلة عديدة جدا. اخترنا منها سؤال آخر ربما يهم شريحة كبيرة من الجزائريين. كريم بن هادي يقول: الرئيس يجب الحديث على منحة السفر القانونية التي تساوي 15,000 دينار تقابلها 100 أورو كما يقول، وكذا بخصوص مكاتب الصرف والقضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة سكوار بين قوسين، يعني حتى اللي ماشي العمرة أو الحج يشتري من برا. نعم، احنا مراجعة قانون القرض والنقد يسمح لنا باش نفتحوا شبابيك خاصة بشراء العملة والتعامل مع العمولات، وتكلمنا على تشجيع العمولات الإلكترونية في المستقبل يعني القريب. ولكن احنا بالنسبة لنا منحة السفر يعني ممكن تكون حسب الحاجة، يعني ما خليوهاش منحة مفتوحة غير للسفر الخارج. إذا كان سفر اللي مربوط بعلاج ولا مربوط بدراسة أو مربوط بمنح مدرسية أو الخروج بدراسة في الخارج، نراجعوها بما يترك ولا بما يجعل المواطن المستفيد من هذه المنحة يقدر يقضي الاحتياجات نتاعو سواء الطبية ولا العلمية، والله مثلا الجوانب الأخرى تنظم يعني حتى لا يعني حتى ما تصيرش هذه المنحة هي منحة استنزافية للعملة الصعبة خارج الوطن، وتكون مفتوحة يعني بشكل لازم تكون مضبوطة في نظرنا باحتياجات حقيقية، احتياج صحي، احتياج علمي، احتياج تاع اقتناء بعض المقتنيات الأساسية اللي تخلي المواطنين يعني يصرحوا بتحويل العملة تاعهم للخارج والاستفادة منها داخل الوطن إلى غير ذلك. فهذا احنا من بين أولوياتنا أننا موضوع شبابيك صرف العملة تكون ضمن الأولويات في السنة الأولى إذا ما انتخب علينا الشعب الجزائري. لماذا؟ لأن هذه الظاهرة يعني لا يعقل أنه بعد 62 سنة استقلال ما نقدروش يكون عندنا تعامل رسمي من خلال شبابيك تتعامل مع الجزائريين ومع الناس اللي يزورونا يعني
لا يعقل ان واحد يجي يزورنا من الخارج ما يلقاش وين يصرف دراهمه. هذا شيء غريب يعني، غير مقبول من الناحيه الاقتصاديه، وما يشجعش اصلا على السياحه، ما يشجعش على التبادل التجاري، ما يشجعش على دخول الاجانب لبلادنا، ما يشجعش على الكثير من الاحتياج تاعنا احنا. لو كان احنا رانا فاتحين هذه الشبابيك، الاجانب والمهاجرين اللي يدخلوا للبلاد يقدروا من خلال هذه الشبابيك يساعدوا في صناعه التوازن بين العمله الداخليه او بين الصرف والمنح الخاصه بالناس اللي يحبوا يخرجوا للخارج. ربي يبارك فيك الأستاذ عبد العالي حساني شريف، المترشح أو المرشح لرئاسية 7 من سبتمبر، والتي نتمنى أن يكون فيها هو الرئيس. الأستاذ حساني، سؤال من واضح يقول: ما هو برنامجكم والحلول المقترحة فيما يخص الارتقاء بمستوى التعليم العالي؟ التعليم العالي راه حاضر بقوة السيد الرئيس، وكذا شافوك انت يا سليمان، انت راك محرك، انت راك تستفز وكيف سيحارب الأستاذ عبد العالي حساني الفساد في قطاع الخدمات الجامعية على جميع المصالح؟ اولا احنا قلنا في البدايه اننا سنراجع قانون التوجيهي للتعليم العالي، سنراجعه بما يتكيف مع الظروف الجديده، مع الواقع الجامعي الجديد، مع المناهج الجامعيه الجديده، مع التخصصات الجامعيه الجديده، مع التعامل بالمستجدات اللي تعرفها الجامعات الكبرى في العالم، وجعل هذا القطاع يعني قطاع حيوي، قطاع يستوعب اجيال طلبه، قطاع جذاب وجاذب لطلبتنا، وما يخليش ابنائنا دائما يفكروا غير في الهجره والدراسه في الخارج. بالعكس، احنا المفروض جامعاتنا تكون ملاذ الاجانب، وخاصه ان هناك دول صديقه كثيره اللي كانت تستفيد من المنح الجزائريه، واللي اصبحت هذه المنح يعني نضبط امام هذه الاحتياجات. بالعكس، احنا نشجعوا ان الجامعات الجزائريه تولي قبله لطلبه الاجانب يقراوا فيها، الطلبه الافارقه، الطلبه الفلسطينيين، الطلبه اللي في دول صديقه يقدروا يقراوا في الجزائر. نقدروا نفتحوا مجال دراسه في تخصصات اللي نقدروا ننجحوا فيها امام حتى الطلبه في عالم متقدم. ولما لا؟ لان كي نشوفوا بعض الجامعات مثلا في بعض الدول العربيه تجذب حتى الطلبه من دول اوروبيه ودول غربيه، وهذا بامكاننا ذلك. احنا قلنا اننا ينبغي ان نراجع القانون التوجيهي بما اولا نعيد الاعتبار للشهادات الكلاسيكيه، مش معناتها نرجع للنظام الكلاسيكي بالبحث، ولكن النظام الكلاسيكي المفيد، لاننا هناك بعض الشهادات اللي اعدمناها ظلما، كشهاده المهندس، شهاده المهندس المعماري، اللي حولناها الى شهادات يعني متطابقه مع نظام LMD، والذي افرغ هذه الشهادات من محتواها، بينما هذه الشهادات هي شهادات عالميه معترف بها، لا يمكن التنازل عليها لصالح نظام يوحد بين كل الاختصاصات. هناك اختصاصات لا يمكن ان تخضع للنظام LMD، كي نجيو للارشيتكتير ولا نجيو للاختصاصات الهندسيه، هذه اختصاصات يعني قائمه على معارف ومناهج متكامله لا يمكن تجزئتها الى ليسونس ماستر 1 ماستر 2، ما يمكنش تجزئة هذه التخصصات الى يعني اكتفاء بشهاده اقل من الشهاده الاولى، لان الماستر او الماستر 2 هي فيها انتقاء، فيها عمليه تصفيه، وبالتالي ما الفائده من اننا اختصاصات يعني اللي عندها قيمتها العلميه وعندها شهادتها المعترف بها دوليا يعني نضمرها ولا ننهيها لصالح تخصص بعد ذلك ما عندوش حتى مطابقه الان، يعني المطابقه مع التخصصات الجديده تاع LMD ماهيش في كل الوظائف الاداريه اللي في، خاصه الوظائف اللي عندها علاقه بالوظيفه العمومي، وين كاين تصنيف اداري، وين كاين مثلا تصنيف استدلالي لمجموع الرتب الموجوده داخل الوظيفه العموميه الى غير ذلك. ربي يبارك فيك أستاذ حساني، يعني كان هذا آخر سؤال، يعني أجبت على كل الأسئلة يعني بتشخيص وشيء رائع يدل، أو هذا شيء يدل على أنه سيرتكم الذاتية مرت على كل هذه الجوانب، كل هذه القطاعات. أدعو كل الذين سألوا سواء في التعليقات عند الإعلان أو التعليقات الحالية أن معظم أو مجمل الأجوبة ستجدونها في برنامج فرصة، هو برنامج رائع وراقي جدا
الاستاذ عبد العالي حسن شريف. سعدت انا شخصيا بهذا اللقاء الطيب، سعد الكثير، 4500 الى 7000 مشاهد بدون يعني رافقونا طيله هذه الامسيه. نريد منك فضلا، نعرف التعب، نعرف انك تجولت عديد الولايات الان، ربما الولايه فقط رقم 30، فكلمه الى الشباب، كلمه الى هذا الجمهور، كلمه الى الشعب الجزائري. لا نعتبر أن هذه الانتخابات فرصة حاسمة ومصيرية للشعب الجزائري، فرصة حاسمة لشبابنا. لماذا؟ لأننا جعلنا لشبابنا وأبنائنا وبناتنا وخاصة الجيل المتخرجين الجدد، جيل الشباب، عدد من التعهدات الموجودة في برنامجنا. 62 تعهد، في عدد كبير من التعهدات تتوجه إلى حل مشاكل الشباب. الحل الأول هو حل مشكل البطالة. مشكل البطالة احنا كنا تكلمنا عليه، حاولوا بعض الناس يلصقوا بينا يعني بعض الشبهات، قال باللي هاو جاي راح ينحي منحة البطالة. لا، احنا قلنا أن منحة البطالة نحولوا لها التسمية إلى منحة إدماج، بمعنى أنها تكون بشكل مؤقت لصالح الشاب، حتى نحرر للشاب فرصة عمل داخل المؤسسات الاقتصادية، باش نقضيو على السوق الموازية في العمل، ونقضيو على أن أبنائنا وبناتنا يتم استغلالهم في الكثير من المؤسسات، وخاصة خاصة دون حقوق تاع التغطية تاع الضمان الاجتماعي، دون التغطية تاع التقاعد، دون الاستعمال تاع يعني فترة عملهم وتحسب في نظام التقاعد لما يعني يكونوا في سن التقاعد إلى غير ذلك. بالعكس، احنا أكدنا على أنه ينبغي أن نعالج هذا المشكل، مشكل تاع البطالة، ونعالج مع المشاكل اللي تدفع الشباب إلى الحرقة وتدفع الشباب إلى المخدرات والمهلوسات، بتشجيع الشباب في لإنشاء مؤسسات مصغرة ومؤسسات متوسطة في الاختصاصات اللي أصبحت اختصاصات كبيرة، من خلال التسهيلات ومن خلال قروض بنكية بدون فائدة. لماذا؟ لأننا درنا خيارين أمام شبابنا وشاباتنا، وهو إما أننا أولا نعدل قانون القرض والنقد بما يجعل بنوكنا تتبنى صيغ التمويل الإسلامي بدون ربا بشكل كامل، وليست شبابيك فقط اللي فيها يعني تعقيدات تجعل من الشاب لا يؤمن بهذه الصيغة من التمويل. وأيضا بفسح المجال أمام صندوق الزكاة ليتحول إلى بنك للزكاة، يشجع الشباب على إيجاد مؤسسات مصغرة وحاضنة أعمال لتخليهم يساهموا في توفير مناصب شغل إضافية، وفي توفير يعني مجالات عمل جديدة وتمتص البطالة. وفي أيضا تشجيع التأمين التكافلي اللي يخلينا نصنع من اقتصادياتنا اقتصاديات متكافلة لصالح شبابنا وأبنائنا وبناتنا. وهناك فرص أخرى مرتبطة بتحسين جودة التعليم، بتحسين جودة التكوين، بفتح المجال أمام شبابنا وشاباتنا للإبداع وتشجيع من الإبداع في المجالات الفكرية والثقافية والرياضية، تشجيع الرياضة وتشجيع رياضة النخبة والرياضة المدرسية والرياضة الجامعية، وإعادة تنظيم مختلف المنافسات الرياضية بما يجعل الرياضة الجزائرية أكثر عطاء وأكثر تميز ونتائج ونجاح في المستقبل إن شاء الله. هذا برنامجنا اللي هو فرصة إن شاء الله للجزائر والجزائريين، فرصة لأبنائنا الشباب، فرصة لنسائنا، فرصة لأساتذتنا وعمالنا، فرصة لفلاحين ومستثمرين، فرصة للصناعيين، فرصة للرياضيين، فرصة للمثقفين، فرصة لكل الجزائريين، فرصة للجزائر، لأنه حقيقة استشرف الفرصة واستبق الواقع وحاول أن يقدم حلول لمشاكل يومية يعيشها الجزائريين والجزائريات. شكرا لك المرشح للرئاسيات. بارك الله فيك لكل المتابعين اللي تابعونا الليلة عبر هذه الفضاء الإبداعي لفريق الإعلام والأخ سليمان. إن شاء الله تعاونوا على أنهم يفسحوا لنا مجال للتعامل المباشر مع كثير من شبابنا وشاباتنا وأبنائنا وبناتنا إن شاء الله. شكرا لك أستاذ المرشح لرئاسية 7 من سبتمبر أستاذ عبد العالي حسن شريف. منحتنا فرصة لمحاورتك، منحت جمهور تيك توك
فرصة للنقاش والإطراء والتعريف بالبرنامج. أكيد لك كل الدعم، هؤلاء الداعمين الذين شاهدوا ولم يقلوا عن 4.5 ألف متابع ونقترب من 1,000,000 تفاعل، فهو رقم يعني ممتاز جدا للسياسة في التيك توك. إذا رئيسنا في منصة التيك توك أتاح لنا فرصة، ندعوكم للتصويت يوم 7 من سبتمبر، ودعوة أخرى باسم الأستاذ عبد العالي حسن الشريف لحضور التجمع الوطني الختامي الذي سيكون يوم الثلاثاء 3 من سبتمبر 2024 ابتداء من الساعة 2 بالقاعة البيضاوية. أستاذ حساني شكرا جزيلا. التجمع ممكن يغير له المكان في مكان أوسع إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا إن شاء رب. الله. داعميك كثر من كل الولايات ومن كل المنصات. شكرا لك أستاذ سليمان. في أمان الله أستاذنا. شكرا، تصبحون على خير، جمعة مباركة إن شاء الله.